السلام عليكم ورحمة الله. زي ما اتفقنا امبارح في اللايف، عملنا مع بعض النهاردة اهو مسحوق السحلب. تمام، انا مبحبش اشتري جاهز، اولا بيبقى غالي، ثانيا المكونات انا مش ضامنة ان هي طازة وكويسة، ثالثا اكيد انا اوفر. تمام، هنعمل ايه؟ معايا معلقتين كبار سمسم محمص، ومعايا 3/4 كوبايه لبن باودر. اللبن اقدر استخدم اي نوع انا عايزاه، بس كل ما تكون الجوده كويسه هتديني طبعا نتيجه كويسه. دي نص كوبايه دي رز على نص كوبايه نشا، وهنا 3/4 كوبايه سكر باودر، وهنا دي ربع كوبايه جوز هند وزبيب والسوداني وكل المكسرات اللي انا محتاجاها. تمام، ومعايا طبعا شويه فانيليا عشان تبقى ريحه السحلب حلوه، ومعايا كمان معلقتين كبار كريم شانتيه خام. تمام، بس هي دي كل المكونات، هنخلطها مع بعض زي ما انتم شايفين في بولة كبيرة، وبعدين اقدر انكهه زي ما انا عايزة. دي نص كوباية نشا على نص كوباية دقيق رز، وهنا 3/4 كوباية سكر باودر. طبعا كل المكونات انا نخلها كويس جدا. وهنا 3/4 كوباية لبن باودر، معلقتين كبار السمسم المحمص، وهنا معلقتين كبار كريم شانتيه خام، وهنا نص او ربع كوباية مكسرات مجروشة زي ما انت عايزة، ومعلقة صغيرة فانيليا. تمام، طبعا مش هينفع نستخدم الفانيليا السايلة لان دي حاجة احنا هنخزنها، مش هتدخل الفرن، مش هنستخدمها على طول، فمش هينفع الفانيليا السايلة، لازم باودر. وكمان لو لقيتي مسحوق جوز الهند باودر كده بيتباع عند العطار يا ريت، انا فعلا ما لقيتش، بس برضو بيعزز نكهة الجوز هند جدا. نخلط بقى كل المكونات دي كويس جدا عشان ما يبقاش في جزء فيه نشا كتير او دقيق رز وجزء لا، فلما اجي اعمله ما يبقاش مظبوط. اتاكد ان كل حاجه اتخلطت كويس جدا جدا. في المرحله دي كده انا السحلب بتاعي خلاص جاهز، اقدر اشيله واخزنه في التلاجة في اكياس نضيفه او في برطمانات. لكن انا ما بحبش السحلب ساده، لا احب اشربه بنكهات، كل مره اشرب السحلب يبقى طعمه مختلف. فانا جبت مسحوق الفراوله والموز والشوكولاته اللي انتوا شايفينه، ماركه معروفه وسعرها معقول وطعمها حلو جدا. بيتعمل بيها ميلك شيك ساقع على فكره، وبتتشرب دافيه في اللبن او ساقعه، وبتتحط على الخليط زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا عايزين. تمام، انا بضيف نص ظرف على الكميه اللي احنا عاملينها قدامكم دي، بحط نص ظرف. طيب افرضي ان انا ما لقيتش المسحوق ده، اقدر استبدله بكريم شانتيه منكه. يعني ممكن استغنى عن معلقتين الكريم شانتيه اللي انا حطيتهم في الخليط في الاول، واحط مكانهم معلقتين كريم شانتيه بالفراوله بالشوكولاته بالموز بالفانيليا زي ما انا عايزه. تمام، وبس كده هنلخبط بقى المكونات دي ونشيلها في برطمانات. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو استنوني في اللايف بالليل اعمل من السحلب ده سوا وندوقه ونشوف طعمه عامل ازاي. وألف هنا وشفا.